السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم باشمهندس مصطفى. إن شاء الله في القناة بتاعتنا بنتعلم مجال ال NLP بالأخص في ال Large Language Model. بعتذر طبعا عن الفترة اللي وقفت فيها فيديوهات، بس إن شاء الله نرجع نكمل سلسلة الفيديوهات والكل يستفاد إن شاء الله. طالب بس من حضرتك طلب صغير، يا ريت لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشير يعني لينك القناة عشان الكل يستفاد والمحتوى يوصل لأكبر عدد من الناس. مبدئيا كده ده اول مشروع هنعمله في القناه بتاعتنا. ان شاء الله هو مشروع كامل متكامل من A to Z. هتلاقي فيه الباك اند وهتلاقي فيه الفرونت اند، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نرفع الابليكيشن ده على السيرفر عشان يكون بابليك وكل الناس تقدر تستخدمه وتقدر تاكسس على المشروع بتاعنا ده. تمام. طيب، في البدايه هنقول بس فكره المشروع بتاعتنا هو عباره عن حاجه اسمها برودكت ديسكريبشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي منتج عاوز اسوق للمنتج ده، فهستخدم الاي اي بحيث ان انا ادخل له اسم المنتج وشويه ادفانتجز او شويه مميزات عن المنتج ده، وهقول للاي اي اعمل لي بقى بروباجندا تكست او نص دعائي بحيث ان انا اقدر اسوق للمنتج ده، او نص كويس كده اقدر اتكلم فيه عن المنتج بتاعنا. طيب، ممكن مثلا ندخل مثال نقول له مثلا هنا اسم المنتج. الاسم هيكون مثلا تليفون، مثلا نقول له هو ريلمي 6 مثلا، ونقول له هنا الادفانتجز. نقول مثلا ان هو جود كاميرا مثلا، ونقول مثلا ان هو باورفول بروسيسور، نقول مثلا ان التليفون لونه احمر ريد كولر مثلا، وجود باتري. تمام، دي كده شويه ايه مميزات هنقول للموديل ان هو يتكلم عنها، ونشوف الاجابه بتاع الموديل هتكون عامله ازاي. طبعا الموديل بتاعنا سريع، هو الجي بي تي 4 او ميني، وده اسرع موديل في اوبن اي اي. تمام. فهنشوف هنا بيقول لك هنا introducing الريلمي 6. تمام، يعني هنا ذكر اسم التليفون بتاعنا. طيب، ابتدى بقى يتكلم عن الكاميرا بتاعته، بيقول لك انت بتكابتشر جود مومنتس وهكذا، وحط لك هنا الايموجي بتاع الكاميرا. تمام. بعد كده قال لك هنا باورد بروسيسور، هنا اتكلم عن البروسيسور. تمام، دي تاني حاجه ذكرناها. وبعد كده بيقول لك ان هو بياكد عن السرعه والخفه، ان الموديل يعني او ان التليفون بيكون سريع وخفيف معاك. تمام. طبعا كل ده النص ده احنا ممكن نستخدمه في ان احنا نسوق المنتج بتاعنا. بعد كده اتكلم عن ان لون التليفون ده احمر، وطبعا استخدم الايموجي المناسب. وبعد كده قال لك ان الباتري بتاعته كويسه وهتعيش معاك وهتكمل وممكن توصل معاك لحد طول اليوم. بيقول لك دونت مس اوت ذس تشينج، ماشي يعني ما تضيعش الفرصه دي عشان تنتهز المنتج بتاعنا. طيب، طبعا الديسكريبشن ده احنا نقدر نتحكم فيه من خلال البرومبت اللي احنا بنكتبه والتعليمات اللي احنا بنديها للموديل، ونتحكم طبعا في الكميه الاوتبوت اللي بيطلع. بس ده كان مثال عن الديسكريبشن او البرودكت ديسكريبشن يقدر يعمل ايه، او دي فكره الابلكيشن بتاعنا اللي احنا هنتعلمه النهارده. هنعرف نعمل الباك اند ونعرف نعمل الفرونت اند، وان شاء الله من الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نرفعه على السيرفر بتاعنا. ويلا بينا نبدا المشروع بتاعنا. طبعا انا بستخدم هنا الفيجوال ستوديو كود، ممكن تستخدم انت طبعا اي حاجه تفضلها او اي كود اديتور تفضله، بايت شارم بقى، اناكوندا، اي حاجه، بس انا بفضل يعني الفيجوال ستوديو كود. تمام. عشان مثلا تفتح فولدر للملف بتاعنا او للمشروع بتاعنا، تيجي هنا فايل، تقول هنا اوبن فولدر. طيب، انا هنا عامل فولدر وفي ملفين بس، ملف اسمه دوت انف وملف اسمه مين دوت بي واي. تمام. ملف الدوت انف ده بيكون فيه الاي بي اي كي او السيكريت اللي انا مش عاوز ابينه لحد في المشروع بتاعي. تمام، يعني مثلا هيكون في الاوبن اي بي اي كي. تمام، ده الخاص بكل اكونت عشان تشوف الاستهلاك واستهلكت قد ايه من الاي بي اي كي بتاعك وهكذا يعني. وبس. وملف ده مين دوت بي واي اللي فيه الكود بتاعنا بسيط ان شاء الله. وان شاء الله هنمشي في المشروع ده خطوه خطوه لحد ما نعمل رن للابلكيشن بتاعنا. في البدايه زي ما قلت لكم احنا محتاجين نعمل ملف الدوت انف ده. نعمله ازاي؟ مثلا نيجي هنا ونعمل نيو فايل. تمام، ولازم يكون بالاسم ده دوت انف. تمام، بس هو بيقول لي طبعا ان في ملف بالاسم ده قبل كده فمش هينفع، مثلا ممكن اغير اسمه واخليه دوت اكزامبل.
عشان بس اوريكم الملف ده بيكون فيه ايه. الملف ده ملف فاضي خالص اهوت، فالمفروض ان احنا هنكتب ايه في الملف ده. هنكتب كالاتي openai underscore API key، تمام، بنفس الاسم ده كده، ونعمل يساوي. وبعد كده نجيب الاي بي اي كي بتاعنا من الاكونت بتاعنا، تمام. هنا مثلا ده كده البلاي جراوند بتاعنا. ممكن نشوف الاوريجينال اوفر فيو. من هنا نقدر نجيب الاي بي اي كي بتاعنا، تعمل هنا كرييت نيو سيكريت كي وتاخده كوبي وتحطه هنا في الملف اللي هيكون اسمه دوت انف، يعني مش دوت انف دوت اكزامبل، لا هيكون اسمه دوت انف، تمام. انا بس بوريك هو المفروض يكون الشكل عامل ازاي. تعمل هنا تاخده كوبي وتحط بيست، تمام. فالمفروض انا همسح الملف ده، مش محتاجينه خلاص، تمام. طيب احنا دلوقتي المفروض نعمل ملف مهم اسمه ملف الريكويرمنتس، ده اللي هيكون فيه المكتبات اللي احنا عاوزين نحملها. فهنيجي هنا نقول نيو فايل نسميه الريكويرمنتس، وطبعا بيكون دوت تي اكس تي. الاسم لازم يكون بالشكل ده عشان ما يحصلش ايرور بعد كده واحنا بنرفع الابلكيشن على السيرفر، تمام. requirements.txt، تمام. طيب احنا محتاجين نحمل ايه من المشروع بتاعنا؟ احنا محتاجين مثلا مكتبه زي OpenAI وستريمليت والدوت انف، الثلاث مكتبات دول اللي احنا محتاجين نحملها. فهنروح هنا نقول مثلا OpenAI BYBI، تمام، عشان بس نجيب الفيرجن بتاع المكتب. ناخد الكلام ده كوبي كده، نفتح الفيجوال ستوديو كود في ملف requirements، تمام، بيست، ونحط هنا في النص يساوي يساوي. طيب نشوف المكتبة التانية اسمها streamlit. نفس الكلام، ناخدها كوبي، ده كده الفيرجن بتاعتها. طبعا يفضل ان احنا نكتب المكتبة بالفيرجن بتاعتها عشان بعد كده بيحصل تحديثات، فلازم نكون محددين المشروع بتاعنا نستخدم الفيرجن رقم كام. ونشوف برضو الدوت انف، اكتب هنا بايثون دوت انف بي واي بي ار، ماشي. ناخد هنا المكتبة بتاعتنا ونحط في النص هنا يساوي يساوي، وبعد كده نعمل كنترول واس عشان نحفظ الكود بتاعنا. طيب كده احنا عملنا ملف الريكويرمنتس، كل ده طبعا جوه الفولدر بتاعنا، يعني الفولدر جواه الدوت انف اللي فيه الاي بي اي كي بتاعنا، وملف المين الملف الرئيسي اللي فيه الكود، وملف الريكويرمنتس. طيب احنا محتاجين بقى نعمل حاجه مهمه وهي الانفايرمنت. محتاجين كل مشروع يكون له انفايرمنت نحمل فيها ملف الريكويرمنتس ده، عشان كل مشروع يكون له البيئه او المكان الخاص بيه اللي هيرن عليه يعني. فهنيجي هنا مثلا في التيرمينال، لو مش عارف تعمل تيرمينال منين تيجي هنا وبعدين تدوس نيو تيرمينال، تمام. طيب هنا احنا دلوقتي جوه الملف اللي اسمه يوتيوب، بس احنا عاوزين ندخل جوه الملف ده كمان اللي هو اسمه ستريمليت برودكت ديسكريبشن، تمام. فممكن نعمل هنا كوبي باث ونقول هنا سي دي ونحط الباص بتاع الملف، فبالتالي دخلنا جوه الملف اللي فيه المشروع بتاعنا. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نحمل او نعمل اول حاجه environment في البايثون في الملف بتاعنا. فهنعملها ازاي؟ نقول له هنا بايثون event، نسمي مثلا اي اسم للانفايرمنت بتاعتنا، ممكن نسميها ستريمليت مثلا، وبعد كده ندوس انتر. فلو تاخد بالك هنا في ملف اسمه ستريمليت، في هنا الليب والسكريبتس، فمعنى كده ان هو ده ملف الانفايرمنت اللي هنشتغل عليه. طيب حتى الان احنا كده عملنا الملف، بس لسه ما عملناش له اكتيفيت. احنا عاوزين نشغل الملف ده عشان بعد كده نحمل جواه المكتبات ونقدر نرن الابلكيشن عليه. طيب فازاي ان احنا نقدر ناكتيفيت الملف ده؟ فهنقول هنا اول حاجه هنذكر اسم الانفايرمنت بتاعتنا ونقول ان اسمها ستريمليت،
سكريبتس، بس الاس لازم تكون كابيتال، وسكريبتس، وبعد كده اكتيفيت. تمام، وتدوس انتر هتلاقي هنا ان ستريملت ظهرت باللون الاخضر، معنى كده ان الانفايرمنت بتاعتنا بقت اكتيفيت او بقت فعاله او جاهزه عشان ان احنا نقدر نستخدمها. طيب بعد كده احنا عاوزين، لو تاخد بالك، عاوزين نحمل بقى ملف الريكويرمنتس دي او المتطلبات دي، نحملها جوه الانفايرمنت بتاعتنا. طيب نعملها ازاي دي؟ بنقول هنا pip install r، والملف اللي هو اسمه requirements .txt. تمام، فدوس هنا انتر. تمام، سيبك من الايرور ده. فبعد كده ابتدى يحمل المكتبات بتاعتنا، ابتدى هنا بالاوبن اي اي، بعد كده ستريملت، وبعد كده الدوت ان. على ما يخلص الكلام ده هقول لك بقى باختصار ايه هي مكتبه ستريملت. ستريملت دي ببساطه شديده جدا هي مكتبه او فريم ورك بتخلينا ان احنا نقدر نعمل او نجمع ما بين الباك اند والفرونت اند، وان احنا نقدر نعمل بيه ابلكيشن بسيط. تمام، ممكن برضو لو عاوز تقرا تفاصيل اكتر عن ستريملت تيجي هنا مثلا تكتب ستريملت. تمام، شوف هنا مثلا الدوكيومنتيشن بتاعتها، شوف هنا الدوكس، تشوف بقى هنا ازاي تعمل انستول للمكتبه، وتشوف بقى ايه الاساسيات وتتعلم شويه عن المكتبه. بس احنا هنستخدم في المشروع بتاعنا اللي يهمنا ازاي نعمل الابلكيشن بتاعنا وخلاص. تمام، ده كده اللي احنا محتاجينه، وان شاء الله في المشاريع الجايه هنعمل ابلكيشن اكتر وابلكيشن معقده اكتر، هنتعلم فيها المكتبه دي وازاي نستخدمها والحاجات اللي فيها كلها. فان شاء الله كل ده هنتعلمه مع الوقت ان شاء الله. كل ده مستنيين المكتبات انها تنزل في الانفايرمنت بتاعتنا. باختصار كده الخطوات اللي احنا عملناها، لازم نعمل اول حاجه ملف الدوت ان، وطبعا ملف المين دوت بي واي الاختصار بايثون، يعني ده اللي يكون اساسي عشان نحط فيه الكود بتاعنا. وملف الريكويرمنتس ده هيكون فيه المكتبات اللي احنا محتاجين نحملها ايا كانت المكتبات دي، ونحط الفيرجن بتاعتها. وبعد كده بنعمل انفايرمنت وبنفعل الانفايرمنت دي او نعمل لها اكتيفيت، وبعد كده بنحمل الملف الريكويرمنتس ده جوه الانفايرمنت عشان نقدر نبني بقى الابلكيشن ونستخدم الابلكيشن بتاعنا. طيب وكده المكتبات اتحملت الحمد لله. نبدا بقى ايه، نشوف ملف المين ده فيه ايه او الكود المكتوب فيه. طيب اول حاجه بنقول هنا from OpenAI import OpenAI، ده كده الكلاس بتاعهم. بعد كده بنقول import streamlit as st. streamlit ده اسم المكتبه، st ده اختصار لستريملت، فاحنا بنحدد الاختصار ده براحتنا، STAI اي حاجه احنا اللي بنحددها، بس عشان ما نكتبش الاسم ده كتير تحت في الكود ويكون الاسم صعب علينا او ممكن نتلخبط او حاجه، فبنختصره بنقول st. تمام، بعد كده from الدوت ان. طيب مهمه الدوت ان دي ايه؟ احنا قلنا اول حاجه الاوبن اي اي ده كده المكان اللي هنجيب منه الموديل بتاعنا او نبني بيه الابلكيشن بتاعنا. تمام، ستريملت ده هي دي المكتبه او الفريم ورك اللي نقدر من خلالها نجمع ما بين الباك اند ونعمل في نفس الوقت فرونت اند زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. تمام، طيب بعد كده عندك الدوت ان. الدوت ان في دي مهمتها الوحيده هو انها بتحمل او بتعمل لود للسيكريتس اللي في ملف الدوت انف ده. يعني ملف الدوت انف ده فيه اسرار احنا مش عاوزين حد يشوفها، فالدوت انف ده هو اللي بيطلع الاسرار دي عشان يحطها جوه الكود بتاعنا، بس بحيث ان في الاخر محدش هيشوف السيكريت كي بتاعنا. تمام، بعد كده الاو اس ده اختصار للاوبريتنج سيستم، امبورت الاو اس ده هنستخدمه تحت عشان نطلع الاوبن اي بي اي كي. بعد كده بنحدد هنا، بنقول له هنا لود دوت انف اللي هو ده. تمام، بنعمله هنا عشان يحمل كل الانفايرمنت فاريبل اللي موجوده في ملف الدوت انف. بعد كده بنعمل متغير اي حاجه، اي اسم نسميه المتغير ده مش هتفرق. بعد كده بنقول اوبريتنج سيستم جيت انف، يعني هات لي بقى المتغيرات اللي اسمها اوبن اي بي اي كي. تمام، يعني هنا بنقول في الاوبريتنج سيستم بتاع الكود ده في حاجه اسمها جيت انف. تمام، وبنحدد له اسم الاوبن اي بي اي كي اللي احنا محددينه جوه ملف الدوت انف ده. لو تفتكر في اول فيديو عملت لك دوت انف دوت اكزامبل كان في الاسم ده بالظبط، فهو انت تاخد الاسم كوبي من ملف الدوت انف وتحطه هنا. فمعنى كده ان احنا ايه، عملنا لود للانفايرمنت فاريبل او السيكريتس باختصار، الاسرار اللي احنا حاطينها في ملف الدوت انف حملناها بس في الفاريبل ده بس كده، وفي نفس الوقت محدش شاف
الفاريبل ده فيه ايه او السيكريت كي بتاعنا. فاحنا حافظنا على سريه البيانات بتاعتنا او الداتا بتاعتنا. طيب بعد كده بنحدد برضو فاريبل تاني اسمه كلاينت، اي حاجه بنحددها، وبنقول بقى ايه الكلاس اللي اسمه اوبن اي اي. بندخل جوه بقى ايه الاي بي اي كي اللي احنا جبناه من ملف الدوت ان. تمام. بعد كده بنعمل فانكشن عاديه، ويجي هنا بقى دور مكتبه ستريملت. تمام. ستريملت بقى يعتبر هي بنعمل بيها فرونت اند. ماشي. بنقول اول حاجه ستريملت دوت تايتل، يعني احنا عاوزين نحط تايتل او عنوان للمشروع بتاعنا. طيب فاحنا ممكن نشوف مثلا الابلكيشن بتاعنا كان عامل ازاي. هنا ده كده اسم او ده العنوان بتاع المشروع بتاعنا، اسمه برودكت ديسكريبشن. تمام. فنشوف هنا بنقول هنا st.title وبنحط هنا العنوان اللي احنا عاوزينه للمشروع بتاعنا. طيب بعد كده عملنا هنا تكست اريا. التكست اريا دي يعتبر اليوزر هيدخل فيها بيانات، اللي هي الجزء ده هو ده يعتبر التكست اريا. يعني اليوزر هيدخل بيانات في الجزء ده، وبعد كده هنستخدم احنا البيانات دي عشان ندخلها للموديل الخاص بالاوبن اي اي. فهو ده اللي بيحصل بالظبط هنا. نبعد بس الكلام ده عشان يكون واضح اكتر. بنقول هنا حفظناها في متغير اسمه النوتس، بنقول st.textArea وبنقول له enter name with some advantages about البرودكت. تمام. طيب بعد كده احنا عاوزين نعمل البutton او عاوزين نعمل زرار بحيث ان اليوزر لما يدوس عليه يبدا بقى يعمل بروسيس للانبوت اللي دخل، ويعمل معالجه للبيانات اللي دخلت، ويوديها للاي بي اي بتاع الاوبن اي اي عشان نطلع الاجابه بتاعتنا. تمام. فهو ده المقصود بالديسكريبشن او الباتون بتاعنا. يعني بنقول له خلي بالك لو ان اليوزر داس على الباتون اللي اسمه ديسكريبشن او ذا ديسكريبشن ده، نفذ لي بقى الكلام اللي تحت ده كله. هو ده باختصار معنى الجزء ده. يعني لو ان اليوزر داس على الزرار، نفذ يا باشا الكلام اللي تحت ده كله. طيب قال لك بقى ايه اللي بيحصل ده؟ بيقول لك هنا اول حاجه with st.spinner. سبينر دي يعني يعتبر حاجه بتلف كده، هي حاجه بتظهر في الكود كده، بتظهر هنا بعد ما تعمل او بعد ما تدوس على الباتون ده. يعني اكنها بتقول لك لودنج. عارف انت الدايره اللي هي بتكون لودنج دي بتفضل تلف دي؟ فهي دي بالظبط، اكنها بتقول لك استنى احنا بنعالج البيانات وبعد كده هنطلع لك الاجابه. فهو ده المقصود بالسطر ده with st.spinner. السبينر دي دايره كده بتفضل تلف لحد ما تطلع الاجابه. وبعد كده الجزء ده جبناه منين؟ لو تفتكر من الفيديوهات اللي فاتت، الجزء ده جبناه من الاوبن اي اي. احنا ما كتبناش في كود او حاجه. بنيجي هنا في الاي بي اي كي او في الاوبن اي اي، بنيجي في البلاي جراوند ونكتب هنا زي ما تفتكروا من الفيديوهات اللي فاتت، بنحط هنا رساله في السيستم، مثلا نقول له you are assistant او helpful assistant. تمام. دي كده رساله الاسيستنت. وبعد كده ممكن مثلا ندخل رساله يوزر، نقول له مثلا هاي، اي حاجه، نعمل اد، ونيجي هنا في المكان ده عشان ناخد الكود بتاعنا او نسحب الكود بتاعنا. بس هنا بنختار، وطبعا بنحدد بقى الحاجات اللي احنا عاوزينها. مثلا بنحدد التمبريتشر اللي هي مستوى الراندومنس او العشوائيه بتاع الموديل. يعني الموديل عاوزه يألف ولا مثلا عاوزه يتبع التعليمات. احنا طبعا بنحددها براحتنا زي ما احنا عاوزين. وهنا الماكسيمم توكن. وممكن كمان نحدد الموديل بتاعنا. هنا الموديل بتاعنا ممكن نحدده من هنا. بنحدد بقى ايه الموديل بتاعنا. بيقول لك هنا الجي بي تي 4 او ميني، وده طبعا الموديل اللي احنا هنستخدمه في المشروع بتاعنا، لان التاسك يعتبر بسيط او المشروع بتاعنا يعتبر بسيط، وفي نفس الوقت احنا عاوزين سرعه في استخراج الاجابه. فالموديل ده مناسب قوي. ده طبعا احسن من الجي بي تي 3.5 تيربو، ده خلاص محدش عاد يستخدمه تقريبا. فده كده الموديل البديل عنه اللي هو الجي بي تي 4 او ميني. ده يعتبر اسرع موديل، والمستوى الذكاء بتاعه مقبول او كويس. فزي ما قلت لك تيجي هنا تعمل فيو كود وتاخد الكود ده كوبي. طبعا الكونتنت ده او الديكشنري ده مش ضروري قوي ان انت تستخدمه، ممكن بس تلغيه وتكتب هنا الكونتنت زي ما احنا كاتبين في الكود ده. يعني الجزء ده يعتبر ملوش لازمه. لو مش عاوز تستخدمه خلاص براحتك، وتكتب هنا بقى ايه الكونتنت براحتك زي ما انت عاوز، زي ما احنا عاملين كده. بنحدد هنا الرول، بنقول ان هو سيستم، يعني دي رساله السيستم او دي التعليمات بتاع الموديل. لو تاخد بالك هو نفس الكود بالظبط. بيقول لك هنا الكلاينت ده اللي احنا كنا حددنا فيه الاي بي اي كي عشان نحدد للابلكيشن احنا هنستخدم انه اكونت.
يعني مين اللي هيحاسب في الاخر على الاكونت اللي حسب على الموديل من الاخر، فاهمين؟ فهيكون هنا الكلاينت ده بنحدد فيه الاي بي اي كي بتاع الخاص بالموديل، ونقول له دوت شات كومبليشن كرييت، وبنحدد هنا نوع الموديل جي بي تي 4 او ميني. وبعد كده في المسجز بتبقى عباره عن ليست من المسجز. ليه هي بتكون كده؟ هو الاوبن اي اي محدد الشكل ده. كل فريم ورك بيكون ليها شكل معين بتكون محتاجه الداتا بالشكل ده، فخلاص هي الاوبن اي اي محدده ان الداتا لازم تكون بالشكل ده. فنفتح هنا ديكشنري يكون خاص بالرول، بنقول ان هو الرسائل اللي هتجيلك دي هتكون خاصه بالسيستم. تمام، احنا عندنا 3 انواع رسائل: رساله خاصه بالسيستم، ورساله خاصه باليوزر، ورساله خاصه بالاسيستنت. تمام. طيب هنا اول حاجه الرساله خاصه بالسيستم او التعليمات. هنا بقى البرومبت بتاعنا عاوزين نعمل ايه؟ برودكت ديسكريبشن. فهنشوف هنعملها ازاي. بنقول له هنا رايت شورت برودكت ديسكريبشن فور ذا جيفن برودكت. تمام، يعني اكتب لي برودكت ديسكريبشن للمنتج اللي هيدخل to be a propaganda text to sell this product، عشان يكون نص دعائي او جمله دعائيه او اعلانيه عشان نبيع المنتج بتاعنا. طبعا البرومبت ده انت اللي بتتحكم فيه، او انت اللي بتغير في البرومبت ده زي ما انت عاوز، بحيث ان انت توصل للشكل النهائي او للاجابه اللي انت او لفكره المشروع عموما اللي انت عاوزه. طيب بعد كده بيقول لك هنا، او بديله تعليمات، بقول له ان اليوزر هيدخل لك شويه تفاصيل عن المنتج. بعد كده بقول له you must generate the description based on the product name والadvantage. يعني انت لازم تجنريت الديسكريبشن او تطلع الاجابه بتاعتك او النص اللي انت هتطلعه بناء على اسم المنتج والمميزات اللي اليوزر هيدخلها لك. وبعد كده في الاخر بقول له use emojis in your response، عشان يستخدم ايه؟ ايموجيز معبره وهكذا. يعني طبعا الكلام ده انت بتعدل فيه براحتك زي ما انت عاوز. زي في الاخر كده خدنا المشروع بتاعنا ده. هنا مثلا بيستخدم لك ايموجيز اهوت معبره، ويقول لك هنا ايموجي لونه احمر عشان قلنا له ان التليفون لونه احمر وهكذا، ودي علامه البطاريه اهو. فقوه الموديل او الموديل بتاعنا مناسب. لو ان مثلا شايفين ان الموديل بتاعنا مش مناسب، ممكن نستخدم موديل اقوى اللي هو الجي بي تي 4 او. ده كده اقوى موديل موجود في الاوبن اي اي. طيب نرجع للكود بتاعنا. زي ما قلنا ده كده اول حاجه الرساله الخاصه بالاسيستنت. تمام، وبعد كده بنعمل رساله خاصه باليوزر. بنقول الرول او الدور بتاع الرساله دي هتبقى اليوزر. الكونتنت بقى هيكون ايه؟ هيكون النوتس اللي احنا خدناها من اليوزر. يعني ده زي ما احنا قلنا اليوزر هيدخل انبوت هنا في التكست اريا، تمام، في المكان ده، او بيستقبل داتا هنخزنها في فاريبل اسمه النوتس. هنيجي هنا الجزء برضو، الجزء ده بنعمله ازاي عشان الناس تكون واضحه؟ هو المفروض ان هو بيكون كده. تمام، انت بتيجي هنا مثلا تقول بتفتح سكوير براكتس كده وتقول له هنا اسم المتغير بتاعك نوتس مثلا او تي اس. تمام، وتيجي قبل الكوتيشن مارك دي او العلامات التنصيص دي وتحط حرف الاف. بس كده يبقى انت سحبت البيانات اللي في المتغير دي حطيتها هنا في الرساله دي. هو ده اللي حصل بالظبط، يعني الكلام اللي اليوزر دخله سحبته حطيته في الكونتنت هنا. فبالتالي كده المسجز عباره عن سيستم، رساله للسيستم اللي هي التعليمات بتاع الموديل. طبعا البرومبت ده محتاجين نتدرب عليه اكتر، ومحتاجين نعرف ازاي نعمل برومبت قوي، بس ده يعني ده يعتبر كفايه او كفيل ان هو يعمل لنا المشروع بتاعنا او الفكره بتاعتنا. تمام، وهنا الرساله الخاصه باليوزر. بعد كده ممكن نحدد التمبريتشر زي ما قلنا، العشوائيه او الراندومنس، بحيث ان احنا نشوف الموديل والله عاوزينه يكون مثلا يمشي على التعليمات بالظبط اللي احنا اديناها له، ولا ان هو مثلا ممكن يكون يالف شويه، او ممكن الرقم ده بيزيد على حسب التاسك. لو مثلا التاسك ده محتاج ذكاء او محتاج ان الموديل يدور كتير، فاحنا ممكن نزود الرقم ده نخليه مثلا 5 من 10 او 1 وهكذا. بعد كده الماكسيمم توكن، فبنقول هنا ريسبونس دوت تشويس. تمام، هات لي اول عنصر فيها، اول عنصر في الليست. تمام، بعد كده هات لي منها المسجز وهات لي منها الكونتنت. كل ده عشان نوصل للاجابه النهائيه اللي الموديل بيطلعها، اللي هي ده. دي كده الاجابه النهائيه اللي الموديل بيطلعها. في شويه حاجات تانية بقى زياده، يعني يعتبر ايه الاي بي اي او الاوبن اي اي بتطلعها عشان مثلا الديفلوبر ممكن يستفاد منها. ممكن مثلا تعرف التوكن اللي انت استخدمتها مثلا في الريكوست ده قد ايه، وحاجات يعني وهكذا. بعد كده بنقول st.subheader. السب هيدر ده اللي هو الجزء ده، ده كده اسمه سب هيدر.
انا بحاول برضو احط لك يعني شويه حاجات عشان تعرف تفاصيل شويه او تفاصيل اكتر عن المكتبه اللي هي اسمها ستريم. فده كده السب هيدر، يعني بيبقى كلمه كبيره شويه، يعني اقل حجما من التايتل. ده كده التايتل بيكون اكبر حاجه في الصفحه بتاعتنا. وبعد كده ده كده السب هيدر، بنقول له هنا generated description، وبعد كده بنقول له st.write. عاوزين بقى نظهر الكلام اللي الموديل خرجه. يعني احنا دلوقتي الموديل خرج الكلام ده فحطيناه او حفظناه في فاريبل اسمه الديسكريبشن. طيب احنا دلوقتي عاوزين نطبع الديسكريبشن ده او عاوزين نطبع الاجابه دي، فبنقول له هنا بقى ايه st.write او streamlit.write الديسكريبشن بتاعنا اللي هو ده، وفي الاخر بيطلع لنا الاجابه دي. بعد كده في الاخر بنقول له if _ النيم equal المين، نفذ لي الفانكشن اللي هي المين دي. يعني من الاخر عاوزنا ننفذ الفانكشن دي. تمام. فبس كده هو ده الكود بتاعنا، كود بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. اول حاجه عملنا امبورت للمكتبات بتاعتنا اللي هنستخدمها، وعملنا load.env عشان نجيب السيكريتس او الفاريبل كي اللي محطوطه في ملف الدوت انف، وبعد كده حفظناه في فاريبل اسمه الاوبن كي، اي فاريبل احنا نحدده يعني. بعد كده عملنا الكلاس بتاع الاوبن اي اي وحطينا جواه الفاريبل او الاوبن كي، اوبن اي اي كي اللي احنا بنستخدمه. ممكن نسميه مثلا هنا اوبن اي اي بي اي كي، نحط هنا برضو اوبن اي اي كي. تمام. طيب وبعد كده عملنا الفانكشن الاساسيه بتاعتنا ديف مين، حطينا فيها هنا، استخدمنا بقى هنا المزايا بتاع ستريملت. حلاوه ستريملت انها مكتبه سهله جدا تقدر تعمل من خلالها حاجات جميله او حاجات مميزه في مجال الاي اي. يعني مثلا عاوز تعمل تايتل بس بكل سهوله تقول له st.title وتكتب التايتل بتاعك. شايف السهوله؟ ما فيش اسهل من كده. عاوز مثلا تاخد انبوت وتخزنه في فاريبل، بتقول له هنا st.textInput وبس، وتقول له هنا ايه الكلام اللي انت مثلا عاوز تحطه فوق الاريا بتاعتك. يعني مثلا الجزء ده اللي هو الكلام المكتوب ده enter the name and some advantages about the product. وبعد كده بتقول له هنا عاوز تعمل زر مثلا الشخص او اليوزر يدوس عليه، بتقول له هنا لو ان اليوزر داس على الزرار ده اظهر له حاجه اسمها السبينر، الحاجه هنا بتلف عشان تقول له عشان تبين له ان الكود شغال او بيحصل عمليه بروسيس. وبعد كده نفذ لي الكلام بتاع الاوبن اي اي ده وطلع لي الديسكريبشن في النهايه. بس تقول له هنا st.write الديسكريبشن اللي هو الفاريبل ده وبس. وبعد كده بتقول له نفذ لي الفانكشن الاساسيه اللي هي اسمها المين. ده كده الكلام ده باختصار. ازاي بقى نعمل ران للكود ده؟ اول حاجه انت لازم تتاكد ان انت موجود في الانفايرمنت بتاعتك اللي اتحمل فيها ملف الريكويرمنتس، يعني تتاكد انها خضره كده او انها متفعله. تمام. ده كده اول حاجه. تاني حاجه لازم تتاكد ان انت جوه الملف او الفولدر اللي فيه الملف المين. يعني هنا مثلا ده كده الفولدر اللي فيه الملف. تمام. تفتح الفولدر هتلاقي عندك هنا الانفايرمنت بتاعتنا والملف الدوت اند والمين والريكويرمنتس. تمام. ازاي بقى تعمل او ترن الكود ده؟ بتيجي هنا بتقول ستريملت على اسم المكتبه طبعا، رن، وتفتح ايه علامتين تنصيص. تمام. العلامتين دول هتحط جواهم ايه؟ تيجي هنا على الملف بتاعنا وتعمل كوبي باث وتحط المسار بتاع الملف جوه العلامتين دول بس. ده كده كل اللي هتعمله، هتكتب ستريملت على اسم المكتبه اللي احنا بنرن على ستريملت وتكتب رن، وبعد كده تفتح علامتين تنصيص وبتجيب الملف المين او الملف الاساسي اللي فيه الكود بتاعنا. تمام. وبعد كده تدوس انتر والكود يشتغل معاك مفيش اي مشكله. هنا البرودكت ديسكريبشن، ممكن مثلا هنا ندخل برضو مثال نقول له هنا النيم يكون مثلا ايه كار مثلا، انا عاوز ابيع عربيه مثلا. تمام. بعد كده هقول له هنا الادفانتجز، هقول انها مثلا ايه فاست، عربيه سريعه مثلا، مودرن شكلها كويس. طبعا المميزات دي انت ممكن تدخلها براحتك يعني وتختبر الموديل زي ما انت عاوز. تمام. بس انا عشان ايه وقت الفيديو فايه بكتب بسرعه. وبعد كده مثلا ممكن تقول له انها بلو مثلا، بلو كولر. بس ممكن تقول له مثلا ايه هات لي بقى الديسكريبشن ونشوف هيطلع اجابه عامله ازاي.
بعد هو ده السبينر اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هو بيقول لليوزر استنى احنا بنخرج لك الاجابه. فهتلاقي هنا بيقول لك انتروديوسنج المودرن بلو كار، استخدم هنا الكلام اللي احنا دخلناه عشان في الاخر يطلع الديسكريبشن ده. زي ما قلت لك الديسكريبشن ده احنا بنقدر نتحكم فيه من خلال البرومبت. يعني البرومبت من الاخر هو عصب الكود بتاعنا او عصب الابلكيشن بتاعنا، نقدر نغيره براحتنا زي ما احنا عاوزين. اللي هو البرومبت ده اللي هي رساله السيستم ده، هو ده كده، ده اهم حاجه في الكود بتاعنا. دي التعليمات اللي احنا بنديها للموديل، واللي من خلالها بيقدر ينفذ التعليمات او يقدر يوصل للحاجه اللي احنا عاوزينها في دماغنا. بس ممكن نتحكم كمان في كميه الرسائل اللي بتظهر لنا. نقول له مثلا هنا رايت مثلا لونج ديسكريبشن لو انت عاوز ديسكريبشن كبير، وهنا ممكن تزود الماكس توكن تخليها مثلا 1000 2000، بس اقصى رقم للماكس توكن هو 4000 للرساله الواحده، فاقصى رقم هنا هو ال 4000. تمام. طبعا عاوز مثلا توقف الكود هنا، تيجي تعمل هنا كنترول وسي في التيرمينال، هنا تعمل كنترول وسي، الكود بتاعك بيعمل ستوبنج وبيقف اهو، بيرجع تاني للانفايرمنت بتاعتنا. طيب اختصارا بقى ايه اللي احنا عملناه في المشروع بتاعنا؟ اول حاجه عملنا ملف الدوت انف، عملنا فولدر حطينا فيه ملف الدوت انف وملف المين دوت بي واي. تمام. بعد كده ملف الريكويرمنتس، تمام، ملف الريكويرمنتس ده اللي هو فيه المكتبات اللي احنا هنحملها بالفيرجن بتاعتنا. بعد كده بنعمل كنترول اس عشان نحفظ. تمام. وهكذا كل خطوه في الفيجوال ستوديو كود المفروض تعملها، تعمل كنترول اس عشان تحفظ الكود. تمام. طيب وبعد كده ملف الدوت انف اللي هو فيه الانفايرمنت فاريبل، وعملنا ايه الانفايرمنت بتاعتنا. طيب عاوزين مثلا نعطل الانفايرمنت اللي احنا عملناها دي، بنعمل لها حاجه اسمها دي اكتيفيت. ثواني كتبناها غلط، دي اكتيفيت اهو. بعد ما عملنا دي اكتيفيت لقينا ان ستريملت دي اختفت، اللي هي الانفايرمنت بتاعتنا اللي احنا سميناها ستريملت اختفت، ورجعنا للانفايرمنت الاصليه بتاعتنا او للبيئه بتاعتنا اللي احنا حملنا فيها المكتبات اللي هي بعيدا عن المشروع اللي احنا عملنا ده. فتاني عشان نعمل مثلا اكتيفيت بنحدد هنا اسم الانفايرمنت. هنا احنا واقفين في المشروع بتاعنا في الملف بتاع او الدايركتوري بتاع المشروع بتاعنا، بنقول له هنا اسم الانفايرمنت بتاعتنا. بعد كده بنعمل سلاش وبنقول له سكريبتس، الاس لازم تكون كابيتال. بعد كده اكتيفيت، بعد كده انتر، هتلاقي تاني الانفايرمنت بتاعتنا اتحملت. بعد كده زي ما قلت لك، هي انت بتعمل ملف الريكويرمنتس ده بتعمله بيب انستول مره واحده بس، وبعد كده الانفايرمنت بتكون مجمعه اللايبريز والحاجات كلها والديبندنسيز اللي انت هتحتاجها في المشروع بتاعك. وبعد كده بتقول له ستريملت ران اللي هو الكود ده ستريملت ران، وتعمل هنا كوبي باس لملف المين، تاخده هنا كوبي باس وتحطه ما بين العلامتين التنصيص ده. يعني ما فيش اسهل من كده. هو ده حلاوه ستريملت، انها مكتبه سهله ولذيذه تقدر من خلالها تعمل فرونت اند وتجمع ما بين الفرونت اند والباك اند. فكده احنا عملنا الملف المشروع بتاعنا، وان شاء الله من اول الفيديو الجاي هنبدا بقى ان احنا ناخد الملف ده ونرفعه على سيرفر او على كلاود الخاص بيه ستريملت، وطبعا هيكون مجاني، وهنعرف ازاي نعمله برايفت عشان مفيش حد يقدر ان هو ياخد الكود بتاعنا. لو جينا هنا عملنا رن هتلاقي هنا الابلكيشن اشتغل معاك بكل سهوله. تمام. ده كده نفس الابلكيشن كان شغال قبل كده. لو جينا عملنا ريستارت الابلكيشن هنلاقي ان هو شغال مفيش مشكله. نيجي بقى نوقفه ونعمل كنترول وسي، هتلاقي الابلكيشن واقف معانا. نيجي بقى نشوف الابلكيشن تاني، نعمل له هنا ريستارت، هتلاقي هنا ان الصفحه اختفت خلاص. لان ده لوكال هوست، اللوكال هوست ده بيكون شغال على الجهاز بتاعك انت بس. تمام. بعد كده لما نحب نرفعه على سيرفر نقدر بقى نفتح الابلكيشن ده من اي جهاز بقى، من اي جهاز كمبيوتر، من اي مثلا تليفون، فبيكون ويب بيج بقى نقدر ناكسس عليها من اي جهاز. تمام. وبس يا سيدي، ده كده كان عباره عن المشروع بتاعنا، مشروع كامل باك اند وفرونت اند. وزي ما قلنا الفيديو الجاي هنكمل عشان نرفعه على سيرفر ويكون بابليك. وده كده يعني الابلكيشن ده بكل بساطه. تمام. بعد كده ان شاء الله هتلاقي فيه مشاريع قويه وهتحتاج مننا وقت ومجهود ان شاء الله عشان ان احنا نتعلم. بس اهم حاجه ان انت ما يكونش عندك رهبه من الموضوع، لا الاي اي مجال جميل وسهل ولذيذ. وبس كل الفكره ان احنا جبنا الجزء ده من الاوبن اي اي، او انت ممكن تكتبه عادي برده ما فيش اي مشكله.
وحددنا هنا البرومبت بتاعنا او التعليمات اللي بندخلها الموديل، وده يعتبر اهم حاجه في الكود بتاعنا، او ده بيحدد الابلكيشن بتاعنا رايح فين او ايه الغرض من الابلكيشن بتاعنا بس. وهنا ده كده طبعا عرفنا قد ايه مكتبه ستريميت مكتبه سهله ولذيذه. عاوزين مثلا نكتب تايتل بنقول له هنا st.title. هنا مثلا عاوزين نحط مثلا تكست من الانبوت او انبوت ياخده من اليوزر، بنقول له ايه تكست اري. وهكذا بقى ان شاء الله كباتون او كسبينر، او ان احنا مثلا عاوزين نعرض حاجه في الابلكيشن بتاعنا بنقول له st.write ونكتب الكلام اللي خرج بقى ايه من الموديل. وبس ان شاء الله في الفيديو الجاي استنونا، هنتعلم ازاي نرفع الابلكيشن ده على الكلاود الخاص بستريملت، وده هيكون طبعا الكلاود ده هيكون مجاني. بس اهم حاجه ان احنا نعمله برايفت عشان ما حدش يقدر ياكسس على الكود، او ان هو حد يشوف الكود بتاعنا والانفايرمنت فاريبل وهكذا. وان شاء الله هسيب لك في الديسكريبشن لينك الموقع ده عشان تقدر تجيب منه او تقدر انت تستخدم منه البلاي جراوند، وتقدر من خلاله تجيب الاي بي اي كي بتاعك. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ان شاء الله لو عجبك المحتوى يا ريت تدعمني بلايك وسبسكرايب عشان نقدر نكمل في المحتوى ده ان شاء الله. ومعاك هنا الابلكيشن اهو، وبالتوفيق ان شاء الله.